فإذا رأيت الإنسان يحب لإخوانه أن يتعلموا كما تعلم، ويحب لإخوانه أن يتجروا كما اتجر، وكلما فتح عليه باب خير دل عليه من؟ إخوانه، ولا يكتنزه لنفسه، فاعلم أن هذا ذو قلب سليم. فإن المتكبر لا يمكن أن يطبق مقتضى هذا الحديث، ومنها وهو آخرها أنه حديث يحمل الإنسان على الاهتمام بأمور إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فكما أنك تحب لنفسك الأمن فأحبب الأمن لإخوانك، وكما أنك تحب لنفسك أن تعيش في بيتك هادئا فكذلك أحبب ذلك لإخوانك. ومتى ما رأيت مصائب إخوانك تنزل عليهم تترى فتطردهم من بيوتهم فليكن في قلبك شيء من الحزن على أحوالهم، وأكثر من الدعاء لهم. الاهتمام بمصالح المسلمين منبثق من هذا الحديث. وأما من لا يرى المسلمين شيئا وإنما لا يرى إلا خاصة نفسه، فلا تتصور أنه سيتأثر من رؤية منظر فيه أشلاء جسد مسلم متقطعة، أو فيه صورة طفل يبكي لفقد أمه الميتة بجواره. لا تتصور أنه سيهتم بذلك، لأنه لا يرى إلا ما هو في خاصة نفسه، والله أعلم.